بسم الله الرحمن الرحيم. سامي سلمان، محامي في جديدة. أحضر اليوم بصفتي عضو في اللجنة الجهوية لمحاربة العنف ضد النساء، والاجتماع اليوم بتكليف من السيد النقيب الأستاذ حميد بسطيري، نقيب هيئة محامي بجديدة. واجتماع ديال اليوم ديال اللجنة هو في الحقيقة اجتماع ديال الحصيلة. كما تعلمون البارح كانت الجلسة الافتتاحية السنة القضائية الجديدة، وهذا في إطار الاجتماعات السنوية الحصيلة ديال 2023 ديال أعمال اللجنة. وفي الحقيقة بالمناسبة ضروري باسم هيئة المحامي بجديدة، وقلت بتكليف السيد النقيب الأستاذ حميد بسطيري، أوجه كلمة شكر كبيرة للأستاذ المتواضع السيد الوكيل العام في النائب السيد الوكيل العام الملك الأستاذ النوري الزعري، اللي هو رئيس اللجنة الجهوية. وقع وضع واحد توصيات، واحد نقاط، واحد خريطة أعمال. طبعا الكمال لله، تم تحقيق العدد من النقاط وتم تنفيذ عدد من التوصيات، والباقي كيسي عراقيل خارج اختصاصات اللجنة، وإكراهات من خارج اختصاصات اللجنة، هي اللي ركز عليها اليوم سيد رئيس اللجنة باش نحاولوا إن شاء الله في 2024 نتجاوزوها. ومن بين المقترحات اللي ركز عليها السيد رئيس اللجنة، وهو مقترح عملي وأساسي وشخصيا أعتبره العمود الفقري لنجاح العمل اللجنة إن شاء الله أكثر، وهو الائتلاف، باش متبقاش الجمعيات اللي عندها دور بما يعالج آفة العنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال ما تبقاش المجهودات ديالها مشتتة والموارد ديال العمل ديالها مشتتة. اقترح السيد الوكيل العام الملك المحترم تكوين ائتلاف ديال الجمعيات هذه لتوحيد العمل ومضاعفة حتى ذيك الموارد ديال العمل يستافدوا منها كاملين. وكذلك من بين نقاط الأعمال اللي في جدول الأعمال ديال اليوم النقطة ديال وضع مقرر للجنة حتى يكون عمل اللجنة موثق. المهم أنه كاين إرادة وكاين حماس كبير من طرف جميع. أنا شخصيا أشكر جميع الحضور الكريم اللي يحضر في اللجنة هذه، جمعيات مجتمع مدني، رجال الضابطة القضائية، نساء الضابطة القضائية. انضاف إلى اللجنة واحد العنصر مهم وهو ديال مفتشية الشغل، بتنفيذا لواحد دورية ما بين رئاسة النيابة العامة وبين وزارة التشغيل. وفعلا هذا العنصر هذا غيكون فعال داخل عمل اللجنة، لأنه كما تعلمون من الآفات ديال العنف ضد النساء والأطفال هي آفة الخادمات والخدام، خاصة القاصرين والقاصرات. أشكر على الفكرة العملية الفعالة ديال تفتح اللجنة على الإعلام، لأنه كما تعلمون العالم كله دابا هو إعلام، غادي يزيد إن شاء الله ينجح العمل ديالها. هادشي كله يبقى عطاء ذاتي ويبقى تلقائي، والكمال لله. والمهم أنه الحمد لله كل شيء عنده الإرادة باش ينجح أعمال اللجنة أكثر وأكثر. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الولي غالي بشرى، الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة، مركز دار الأمل بمدينة الجديدة. اليوم حنا متواجدين في واحد الاجتماع مهم اللي بصدده بغينا ندافعوا على حقوق وظروف اللي كيعيشها الطفل والمرأة بما يسمى باللجنة الجهوية لمحاربة العنف ضد الطفل والمرأة. دونك اليوم كانوا معنا بزاف ديال الفعاليات مجتمعين باش نقدروا نخرجوا بواحد الاستراتيجية اللي كانت مسطرة في 2023، وبصددها تم الاتفاق على خلق شبكات الجمعيات اللي يمكن لها ترافع هذا الموضوع هذا، ويمكن لها تضمن الحقوق ديال هذه الشريحة الهشة من المجتمع. الشكر الخاص للسيد نائب وكيل العام سيد نوري الزعري على المجهودات ديالو، على الوقت اللي عطاه لهذا الموضوع المهم. خرجنا بهذه القرارات، وكل فعاليات عطات الرأي ديالها، كل فعاليات عطات الاستراتيجية اللي كتشوفها صالحة لهذه الشريحة الهشة من المواطنين.